انا بجد ما بعرفش اكل اكله غير وجنبها بتنجان مخلل، والمخزون بقى اللي كان عندي خلص فقلت اعمل شويه حرشين كده للاسبوع ده. مبدئيا كده يا جماعه انا بحب اللي مقلي في الزيت مش المسلوق، واللي عايز بقى يتخانق معايا يتخانق. خلونا بقى في موضوعنا. انا جبت الكبه حطيت فيها فلفل حامي وفلفل احمر وفلفل اصفر وفلفل رومي، فرمتهم في الكبه فرمه حلوه كده، وبعدين جبت توم كتير بقى يا جماعه، كتروا توم زي ما انتوا عايزين، وحطيت بقى شويه خل في الكبه، وبعدين حطيتهم بقى ايه على الكلام مع عصير بقى 3 ليمونات وشويه توابل، وطبعا بقدونس وكزبره خضراء. والتوابل اصلا سهله جدا، فلفل اسود كزبره كمون بابريكا، وقلبت كل بقى ده مع بعض. ويا سلام يا سلام على احلى ريحه بشمها في حياتي. انا اصلا ممكن اكل الخلطه دي بالعيش عادي، ما عنديش اي مشكله. المهم يا جماعه انا جبت البتنجانيه وكانت اصلا مفتوحه من النص، وحشيتها بقى يا جماعه من الحشوه اللي انا عملتها. ويا سلام على الريحه ويا خرابي، يعني انا كنت عايزه اكله دلوقتي، بس انا بحب اسيبه في التلاجة حوالي ساعتين كده وبعدين ابتدي اكل. المهم يعني انا حشيت البتنجان كله ورصيته كده في علبه التلاجة. وعارفين انتوا بقى التتبيله اللي اتبقت دي زودت عليها شويه ميه كده